السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب. كده احنا في رمضان فعلا يا جماعة. يعني احنا كده خلاص بدأنا رمضان فعلا. والمفاجأة بقى ان السنة دي فوازير رمضان رجعت تاني، لكن مش بنجوم التمثيل، لا، بنجوم مجالس إدارة نادي الزمالك وإعلام الزمالك. فوازير رمضان رجعت تاني بشكلها الجديد، بشكل كروي بقى، حلقات كروية كده. وتقريبا احنا دلوقتي هنخش على باقة الانسحاب. يلا يا باشا ننسحب، يلا يا باشا ننسحب، عيدولنا الماتش يا اما هننسحب. دي اكتر حاجة مضحكة، ان احنا اساسا مش لاقيين الاهلي عشان ندخل نفسنا في مقارنة معاه، فبندخل نفسنا في مقارنة مع سيراميكا كليوباترا. يعني تخيل انت، دماغنا مهيئلنا ان اتحاد الكوره هيجامل سيراميكا كليوباترا على حساب نادي الزمالك. فالزمالك فالزمالك ينسحب من الدوري المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب. ومعاكم أكبر بائس محلي، بطل الدوري والكاس 2021 راموس الغلابة. أتمنى كل اللي يشوف الفيديو يدعمه بلايك وشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد. ولو ما عملتش كل ده، على عيني وعلى راسي، منورني ومشرفني دايما. أهم حاجة ما ننساش إخواتنا في فلسطين وسوريا ولبنان والسودان من الدعاء. ربنا ينصرهم ويأيدهم بنصره، ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم ويسدد رميهم، اللهم آمين. والدعاء لوالدي ولأموات المسلمين جميعا بالرحمة والمغفرة. ويلا نبدأ حلقتنا، وأولى حلقتنا الرمضانية. الدنيا صيام يا زمالك، الدنيا صيام يا إعلام الزمالك. فمش عايزين زيطة كتير، مش عايزين دوشة كتير، ومش عايزين هري كتير. انتوا قررتوا يعني ترجعوا فوازير رمضان تاني، وحل الفزورة وضحك الجمهور بكلام خزعبلي ملوش علاقة بالمنطق ولا له علاقة بالواقع. عاجل الزمالك ينسحب من الدوري المصري، ويطالب بإعادة مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر. دلوقتي الزمالك وإعلامه تحسوا، والله تحسوا سكريبت ومتوزع، تحسوا سكريبت ومتوزع على كل الزملكاوية بكل الفئات بقى، جمهور، ضيوف، إعلاميين، مقدمين، صناع محتوى، أيا كان. انزل بسكريبت المؤامرة على الزمالك. بعد ما كان في سكريبت الزمالك بيكسب رغم الصعاب ورغم الظروف، طلعت قلت لكم ايه؟ قلت لكم اول خسارة للزمالك، اول خسارة للزمالك هتتقلب على طول لمؤامرة والارض والتأجيلات، وحطينا ماتشات وبنلعب كتير وضغط المباريات. انا ممكن اتخيل اي حاجة في الدنيا الا ان يتخيل ان اعلام الزمالك يشتكي من ضغط المباريات. يا راجل، ده احنا كنا بنمسك الاهلي ونحطه في المفرمه عشان بيتأجل له ماتشات، عشان بيلعب في كاس العالم للأندية، وعشان بيلعب في دوري أبطال أفريقيا وسوبر أفريقي ويخش على الانتر كونتيننتال، ويخش معرفش على ايه، ونقول ما يأجلش. بتأجلوا له ليه يا جدعان؟ ما يرجع من أفريقيا وصن داونز وتنزانيا ويلعب في الدوري المصري. طب ما يرجع من كاس العالم ويلعب. طب يتأجل له ليه؟ طب وفين؟ وكنا بنصيح من المؤجلات، ودلوقتي احنا اللي بنطالب بيها. لما اتضغطنا زي الاهلي ما كان بيتضغط كل سنة، فدلوقتي بنطالب بالمؤجلات، مع ان احنا اول ناس كنا ضدها، عشان كنا بنودع بدري بدري من البطولات الافريقية. دلوقتي بقينا ضد المؤجلات، سبحان الله، مرة واحدة كده. ما احنا كنا بنطالب بإلغاء المؤجلات، وفعلا السنة دي اتطبقت. مفيش فرقة اتأجلت لها ماتش، لا الأهلي ولا بيراميدز ولا الزمالك ولا المصري ولا أي حد. المفروض ده على هوانا بقى؟ لا، لما نخسر بسبب ضغط الماتشات، لا ده وحش. طب ما الأهلي خسر نقط كتير جدا في الدوري بسبب ضغط الماتشات. طب ما الأهلي السنة اللي قبل اللي فاتت انسحب من كاس مصر، والسنة اللي فاتت لم يشارك في كاس مصر كعقوبة. لو انت شايف يا حبيبي ان انت مش قد ضغط الماتشات، انسحب من كاس مصر زي ما الاهلي ما عمل. انسحب، العب في الماتش ده بالناشئين، بالناشئين بجد بقى، مش 3-4. فاحنا ليه الشيء وعكسه؟ احنا ليه دايما الشيء ونقيضه؟ ليه دايما الشيء وعكسه؟ ليه دايما خالف تعرف؟
لان احنا ما بنخسرش خساره طبيعيه، احنا بنخسر بالمؤامره. فالمضحك بقى في اعلام الزمالك انه بيقول لك احنا عايزين ماتش سيراميكا كليوباترا يتعاد، يا اما ننسحب من الدوري لان الدنيا كلها علينا والمؤامره علينا. وبيقارن بقى، يقول لك سيراميكا كليوباترا بقاله 12 ماتش مريح، وانا مدعوك من كاس من دوري لكونفدراليه لكاس مصر. طب ما طبيعي سيراميكا كليوباترا يبقى مريح، لان سيراميكا كليوباترا ما بيشاركش غير في الدوري والكاس وكاس العاصمه الاداريه، وماتشات كاس العاصمه الاداريه بتتلعب في التوقف الدولي زي ما احنا ما عارفين. مش وقتها دلوقتي، وممكن تتلعب دلوقتي عادي بقى حسب ما هم يحطوا الترتيب. يعني يعتبر سيراميكا كليوباترا مش مشارك غير في الدوري والكاس. انت بقى كزمالك مشارك في الدوري، مشارك في الكاس، مشارك في الكونفدرالية، طبيعي تبقى مضغوط في الماتشات. انا عايز اسأل سؤال مفيش اعلامي سأله، زي ما مفيش اعلامي اتكلم على ان الحكم اللي احنا اعترضنا عليه في ماتش سيراميكا وقلنا عليه ظالم ومشبوه ده محمود بسيوني صاحب واقعة، او هو كان حكم المباراة بتاعت الاهلي والزمالك في رمضان، ولما الاهلي انسحب طلعنا احنا زطنا بالحكم وقلنا ده بسيوني ده احسن حكم في العالم. دلوقتي لما خسرنا هو موجود رغم انه ما ظلمناش بقى حكم وحش. فمحدش اتكلم في القصة دي غيري. تاني قصة محدش اتكلم فيها غيري من الإعلام، معرفش ليه بجد. نفسي أفهم ليه الإعلام ما بيتكلمش في القصة دي. الحاجة التانية قصة المؤجلات يا جماعة. هو مش احنا كنا بنعترض على المؤجلات لما الأهلي كان يلعب في كأس عالم وأفريقيا وسوبر أفريقي وانتر كونتيننتال وي مش كنا دايما نطلع نقول ليه بيتأجلوا ويلغوا المؤجلات؟ دلوقتي لما احنا اتضغطنا نفس ضغطة الاهلي اللي هو اصلا في الدوري ده برضو اتضغط وخسر نقط بسبب ضغط الماتشات برضو، لكن ما طلعش قال مؤامرة، طالعين نطالب بالمؤجلات واجلوا لنا. ما طبيعي انت تبقى مضغوط عن سيراميكا لانك مشارك في بطولات اكتر من سيراميكا. السؤال بقى اللي انا عايز اسأله، افتكرته سبحان الله، الواحد سبح كده افتكر السؤال. الناس ليه ما بتقولش، الناس ليه في الإعلام ما بيقولوش لماذا الزمالك لم يلعب مباراة الكأس في دور ال16 بعد بطولة أفريقيا؟ بيراميدز لعب دور ال16 بعد أفريقيا، مين المصري لعب دور ال16 بعد أفريقيا. والله العظيم أنا ساعتها فكرت الزمالك هيلعب بكرة مثلا في نفس اليوم ده، يعني لقيت الزمالك ما لعبش. قلت يا جماعه مش ده دور ال16 وكل الفرق لعبت، هو الزمالك ما لعبش ليه؟ عشان انت ساعتها كنت في ترند فسخ العقود، بنتايج فسخ عقده، الجفالي فسخ عقده، مصدق فسخ عقده، كل فسخ عقده، قضية قيد كان ترند فسخ العقود وقواضي القيد. كنت انت لسه ممشي يانيك فيريرا اساسا، وكان احمد عبد الرؤوف وقصه وحوار. فليه انت في الوقت ده ما لعبتش ماتش دور ال16 مع سيراميكا وبعدت بقى عن ضغط المباريات؟ بقى الفرقه مريحه اصلا من افريقيا، خلصانه بقى لها اسبوع مثلا، ليه انت ولا بقى لها 3 4 ايام، ليه انت ما لعبتش زي ما بيراميدز والمصري لعب؟ عايز افهم ليه ما حدش سأل السؤال ده. انت كده كزمالك متجامل اصلا في ميعاد الماتش، لان انت لو كنت لعبت الماتش بعد افريقيا في عز ازمات الزمالك والمدير الفني مش عارفين هيبقى مين ولاعيبه بتفسخ عقودها، كنت ممكن تخسر اصلا برضو. لكن انت ما لعبتش مع بيراميدز ومع المصري. فبجد والله انا عايز اعرف، يعني انا عايز اعرف ليه الاعلام ما بيطرحش القصه دي، ان ليه الزمالك اصلا ما لعبش ماتش الكاس وقت ما بيراميدز والمصري لعبوا بعد بطولة افريقيا، وكنا بعيدنا عن ضغط الماتشات وضغط المباريات، كان زمان الزمالك محصور ما بين الدوري والكونفدرالية بس، وماتش دور ال16 ده كان زمانه اتلعب من بدري. ليه بقى؟ انت المفروض اصلا ما تقولش ليه الزمالك الماتش اتحط له هنا، انت المفروض تقول ليه الزمالك ما لعبش بعد افريقيا زي ما المصري وبيراميدز اللي زي الزمالك مشاركين في دوري وكونفدراليه ودوري ابطال
لعبوا ماتش الكاس دور ال 16 في بعد افريقيا، والزمالك الوحيد اللي ما لعبش. اشمعنى بقى؟ عشان ساعتها الزمالك كان عنده مشاكل كبيرة جدا، ولاعيبة بتفسخ عقودها كل يوم، وكل يوم قضية قيد جديدة على الزمالك، ايقاف قيد جديدة على الزمالك، ومدرب لسه ماشي يانيك فيريرا، والقصة طويلة والحوار والموال. وساعتها محدش اتكلم ليه بقى وقال الزمالك ليه ما لعبش؟ ليه جمهور الاهلي مثلا ولا اعلام الاهلي ما طلعش قال اشمعنى المصري وبيراميدز لعبوا مباريات دور ال 16 في كاس مصر دلوقتي والزمالك ما لعبش؟ عشان هما مش شاغلين دماغهم بينا، مش شاغلين دماغهم بينا الا في بطولة هما بيشاركوا فيها معانا، بكل بساطة بكل سهولة. لكن احنا وصل بينا الحال ان احنا نقارن نفسنا بسيراميكا كليوباترا ونقول فريق مريح بقاله 12 يوم، واحنا ما طبيعي لانه ما بيلعبش غير في الدوري بس، طبيعي يبقى مريح كتير، طبيعي. انما انت اللي مضغوط وبتشارك في كذا بطولة، انت بقى مش قد الضغطة دي، انسحب يا باشا من الكاس زي ما الاهلي ما عمل. هو الاهلي لما خسر من المصرية للاتصالات في الكاس طلع قال مؤامرة؟ جمهوره طلع قال مؤامرة؟ ولا حصل اي حاجة. الاهلي لما تعادل في الدوري، ما الاهلي تعادل 3 ماتشات، 2 في افريقيا وواحد في الدوري، وعمال يفقد نقاط، وسيراميكا وبيراميدز بيفرقوا عنه، ولا طلع قال مؤامره ولا طلع أو قال اي حاجه. وبيراميدز لو قدر يكسب بقيه ماتشاته بقى بطل الدوري، ولا سيراميكا بقى بطل الدوري، ولا الزمالك بقى بطل الدوري. فين بقى المؤامره؟ هي المؤامره هتسمح بالاهلي يبقى مركز رابع؟ لو في مؤامره بجد هتسمح للاهلي يبقى مركز رابع؟ ما الاهلي بيتلغي منه اهداف عادي، وبيتحسب عليه ضربات جزاء عادي، وبيتحسب له ضربات جزاء عادي، وزيه زي الفرق. اخطاء الحكام بالطول، وهو كمان هو مش الحكام قدامه مش معصومين من الخطأ يعني، سواء خطأ تحكيمي كسبه او خطأ تحكيمي خسره، زيه زي بيراميدز وزيه زي الاهلي وزيه زي الزمالك وزيه زي كل الفرق. لكن الناس دي دماغها اكبر من كده، فكرها اكبر من كده. ما بيعملوش هالة كده حوالين اللعيبة يحسسون ان هم خسروا كل حاجة، ولا يعملوا هالة حوالين اللعيبة تبقى مبرر ليهم لما يخسروا. انت دلوقتي لما الزمالك يخسر هتحاسبه ازاي؟ هيجي اللاعب يقول لك والله انا مضغوط. عبد الله السعيد ده اساسا مريح بقاله شهر، بنتايج ده مريح بقاله شهرين، فين الضغطة؟ طول ما احنا معتمدين على الجزء ده والمؤامرة والمظلومية مش هنتقدم خطوة، صدقوني مش هنتقدم خطوة واحدة. أنا كده خلصت حلقة النهاردة، شكرا جدا لكل اللي بيتابعوني وبيدعموني. سلام عليكم.